بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. النهاردة هنستكمل دروس لغة الجافا سكريبت. تمام. النهاردة عايزين نعرف إيه هي الدالة أو الفانكشن. الفانكشن هي عبارة عن مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها، ويجب إعطاء اسم مناسب للدالة يدل على وظيفتها. تمام. طيب، إحنا هنتعرف على إيه؟ إنشاء دالة فانكشن تحتوي على جمل جافا سكريبت، استدعاء الدالة فانكشن لتنفذ الأوامر التي بها عند النقر على زر الأمر باتون. طيب، عشان ننشئ دالة فانكشن هنعمل إيه؟ بص معايا، دي الصيغة العامة للفانكشن. يبقى أنا بكتب كلمة فانكشن وبعدين هنا اسم الدالة وبعدين قوسين، بعدين بفتح كيرلي بليس، تمام، واكتب هنا الكود الدالة. طيب، ده الصيغة العامة. عايزين مثال عليها. دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ دالة او فانكشن اسمها كانتري. تمام. فايدتها ايه؟ ان هي بتديني رسالة مكتوب فيها جمهورية مصر العربية. طب عشان اعمل الكلام ده هنفتح طبعا، انت هتفتح طبعا ايه؟ المحرر المنصوص بتاعك، سواء كنت هتستخدم النوت باد او فيجوال ستوديو كود اللي انا بستخدمه. خلاص، سواء ده او النوت باد. طيب، هنفتح الفيجوال ستوديو كود بتاعنا. تمام. ونعمل فايل نيو، سيلكت لانجوج، هنختار طبعا HTML. تمام. زي ما انتم فاكرين الهيكل البنائي لل HTML. طيب، الاول بس هفايل سيف، هسمي الملف function دوت، اهم حاجه دوت HTML. تمام. وهحطه على سطح المكتب. تمام. وبعد كده هنفتح تاج ال HTML، وادي غلق التاج بهذا الشكل. طبعا صفحه ال HTML بتتكون من هيد ويا جماعه وبادي. هيد وايه وبادي. ادي البادي. كويس. ادينا بنراجع على الهيكل البنائي ل HTML. حلو خالص. طيب، جوه الهيد زي ما احنا اتفقنا بنحط مين؟ العنوان، التايتل بتاعنا. تمام. ادي التايتل. هكتب ايه في التايتل هنا؟ هكتب عنوان درسنا اللي هو فانكشن، اللي هي الداله. تمام. طب ده في التايتل. انا عايز اكتب كود السكريبت، ممكن يتحط في منطقه الهيد او في منطقه البادي. طبعا هنحط في البادي الفانكشن بتاعتنا. ادي هبدا فانكشن. بس قبل ما ابدا الفانكشن، انا جوه البادي الاول عشان اقول للكمبيوتر انا هبتدي كود جافا سكريبت، لازم اكتب كلمه ايه؟ سكريبت. تمام. ادي سكريبت. طالما انا كتبت كلمه سكريبت وقفلتها، فتحت وقفلت بهذا الشكل، في المنطقه دي بكتب كود الجافا سكريبت بتاعي. يبقى عشان ابين للكمبيوتر ان الكود اللي جاي دي عباره عن كود جافا سكريبت، لازم افتح كلمه سكريبت واقفل السكريبت بهذا الشكل. تمام. طيب، هنا انا جوه هنا هكتب كود بتاع الجافا سكريبت. طيب، انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اعمل فانكشن. تمام. يبقى هكتب كلمه فانكشن. جميل. طب بعدها بكتب اسم الفانكشن بتاعتي. اسم الفانكشن ايه؟ كانتري. جميل. واقفل بالقوسين دول. تمام. وبعدين احط قوسين بهذا الشكل. بجيب القوس ده ازاي؟ شيفت جيم او شيفت د. القوس المجعد ده شايفينه؟ تمام. جواه هكتب هنا الاكواد اللي عايز احطها في الفانكشن. انا عايز الفانكشن دي تعمل ايه؟ تعمل رساله مكتوب فيها جمهوريه مصر العربيه. يبقى هقول له ايه؟ alert. تمام. وما بين قوسين مدورين ودبل كوتيه هكتب كلمه جمهوريه مصر العربيه. وفي الاخر خالص هعمل السيمي كولون بتاعتي اللي هي الفاصله المنقوطه بهذا الشكل. جميل جدا. انتر. فايل سيف. طيب، نروح نعمل ريفريش ونشوف فين هو الملف. اهو فانكشن اهو. دبل كليك عليها.
ما عملش ليه حاجة؟ ما ده السؤال. ادي احنا فتحنا الصفحة مفيش أي حاجة ظهرت. لازم لازم الفانكشن بعد ما بعملها يا جماعة، أنا عملت الفانكشن عايز أعمل لها كولينج، أستدعي هذه الفانكشن عشان تشتغل معاك. يبقى لازم إيه؟ تنادي على الفانكشن، تستدعيها. طيب كيفية استدعاء الفانكشن؟ هنا بقى قايل لك في الكتاب إزاي تستدعي الفانكشن. أنا هعمل بوتون وظيفته إنه يستدعي الفانكشن. بوتون وظيفته إنه يستدعي الفانكشن. يبقى أنا هعمل input type بيساوي بوتون، تمام؟ زر أمر. طيب لما أعمل كليك على هذا البوتون يعمل إيه؟ ينفذ الدالة. يبقى input type بتساوي بوتون، on click بتساوي اسم الدالة المطلوب استدعائها. جميل جدا جدا. طيب نشوف الكلام ده إزاي أهو. يبقى أنا هكتب إيه هنا؟ هكتب هنا بره السكريبت اهو، هستدعيها بره السكريبت سواء قدام او هنا. ايوه، هقول له input. يبقى انا هعمل هنا ايه؟ هعمل زر امر باتون، تمام؟ فايدته ايه؟ لما اضغط عليه كليك ينفذ الداله بتاعتنا. طب نشوف كده من تحت كده الكود بتاعها اهو. يا شباب، ادي الكود بتاع البوتون، تمام؟ هقول له ايه؟ input. يبقى انا هقول input type بتساوي باتون، تمام؟ input type بتساوي باتون. حلو. اقول فايل سيف، هنعمل ريفرش ونشوف اهو عمل لي بوتون هنا، صح؟ طيب البوتون ده انا عايز اكتب جواه كلام، تمام؟ انا عايز اكتب هنا جوه البوتون دي مثلا كلمه كليك مي. يبقى انا هعمل ايه؟ هاجي هنا اقول له الفاليو يعني الكلام اللي هيتكتب جوه البوتون فاليو هتساوي اكتب لي كلمه كليك مي، تمام؟ زي ما هو قايل في الكتاب. وايه تاني؟ طيب انا المفروض لما اضغط كليك على البوتون ينفذ الفانكشن بتاعتي. يبقى انا هقول له ايه؟ اون كليك ده الحدث بتاعي. لما تعمل كليك على البوتون ينفذ الفانكشن. طب هي الفانكشن كان اسمها ايه؟ نشوف اسمها كده. هاخده كوبي اهو، اسمها كانتري. يبقى انا هاخد كلمه كانتري كوبي اهو. اول ما تضغط كليك على البوتون ينفذ الفانكشن اللي اسمها ايه؟ كانتري، تمام؟ اهو زي ما قال في الكتاب. يبقى input type بتساوي button on click country، بس خلي بالك لازم احط القوسين المدورين بتوع الداله بتوع الفانكشن، تمام؟ لما تضغط كليك على البوتون ده هينفذ الفانكشن اللي اسمها ايه؟ country، تمام؟ طيب value بتساوي click me، يعني معناها جوه البوتون اكتب كلمه click me. خلاص؟ طيب زي ما احنا كاتبين اهو. يبقى هنقول ايه؟ فايل سيف ونيجي هنا نعمل ريفرش. هتلاحظوا كلمه كليك مي اتكتبت جوه الباتون. ليه؟ لان انا قلت الفاليو بتساوي كليك مي. طيب ننفذ كده ونعمل كليك على الباتون ونشوف. نفذ الفانكشن اللي اسمها كونتري. طب فايدتها ايه الفانكشن دي؟ بتعمل لي رساله مكتوب فيها جمهوريه مصر العربيه عن طريق الامر مين؟ اليرت، تمام؟ اهي جاب لي الرساله. وبعدين حسنا، يبقى كل ما اضغط كليك على الباتون هينفذ الفانكشن ويطبع كلمه جمهوريه مصر العربيه داخل رساله، تمام؟ عرفنا ازاي نعمل فانكشن سهله جدا. طيب ممكن اشيل كلمه كليك مي مثلا واقول له اضغط هنا، ممكن، سهله جدا اهو. اكتب اي جمله داخل الفاليو اهو. هقول له هنا مثلا بالعربي اضغط هنا اي حاجه، تمام؟ اي فاليو. فايل سيف، اعمل لي ريفرش اهي. اضغط هنا، اول ما تضغط عليها هينفذ الفانكشن اللي اسمها country ويطبع كلمه جمهوريه مصر العربيه في رساله. خلاص كده؟
ده كان شرح للفانكشن، وادي الكود بتاعها، ادي الفانكشن بتاعتنا. يبقى اول حاجه بفتح سكريبت عشان اقول للكمبيوتر ان انا شغال لغه الجافا سكريبت، تمام. بعدين بكتب فانكشن، اسم الفانكشن كانتري. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ تطبع رساله اسمها جمهوريه مصر العربيه داخل دايلوج بوكس عن طريق الامر alert. وبعدين هنا غلق السكريبت. بعدين هنا بعمل بوتون، تمام. انبوت تايب بيساوي بوتون، يعني انا هعمل بوتون. جوه البوتون ده هيتكتب كلمه اضغط هنا. والبوتون ده فايدته ايه؟ اول ما اضغط عليه كليك يحصل ايه؟ ينفذ الفانكشن اللي اسمها كانتري. ده كان الكود بتاع النهارده، وازاي نعمل فانكشن او داله. ممكن برضو لو انت عايز تخلي بدل جمهوريه مصر العربيه مثلا، هنشيلها ومثلا نقول له ايه؟ ويلكم، رساله ويلكم، يطبع كلمه ويلكم مثلا ان ايجيبت. الرساله بهذا الشكل. لو عملت فايل سيف ورجعت هنا وقلت له ريفرش، بعدين اضغط هنا، طبع لك ويلكم ان ايه؟ ان ايجيبت. ده كان شرح للفانكشن، وان شاء الله باذن الله في الفيديوهات القادمه هنكمل شرح الجافا سكريبت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.